فل عليك كابتن علاء، كابتن علاء عبد العالي، يعني مبروك النقطه. لكن الكره يعني الكره حلوه، تهاجم تحاول تكسب، والنهارده ماشيه معاك، والاهلي ما بيسجلش، وكره في العارضه وفي القايم وكره في المدخنه. ما تكسب يا عم، جماهير المحله اتحرك الصخر. ده احنا شفنا تابلو جمهور الاهلي والمحله ما بنشوفوش في الدوري. انا راجل اهلاوي كنت متمزج الماتشات دي وانا عيل صغير كده. كان الاهلي يلعب في المحله ولا في المنصوره ولا في الاسماعيليه ولا الزمالك في بورسعيد ولا اسوان، فولكلور. ده احنا الدوري هيئات الكراسي صدت، ما بتلاقيش الا جمهور الاهلي ولا الزمالك والناحيه الثانيه فاضيه. ما تكسب يا عم، ما تلعب يا عم، معاك فرقه حلوه رهوانات يعني. طيب قبل ما الوم ريبيرو، شايفين انه عليه المسؤوليه كامله ولا اللعيبه معاه؟ هل ده فريق الاهلي بالسكواد ده اللعب المنتظر منه؟ يبقى فيه شح هجومي. طب الشوط الاول الاهلي ضيع كل الفرص وعارضه وقايم ومش طب تريزيجيه لازم يبتدي كل ماتش، ما هو مستواه مش كويس. جراديشار يلعب كمان الشوط الثاني، ما هو قراراته بطيئه اثرت على هجمات كتيره للاهلي. طب انت بالنسبه اللي انت بتشوط، يعني لما شوط شوطه واحده من بعيد، اشرف داري جت في العارضه في اخر الماتش. طب الشوط الثاني الدنيا منيله وميس باس كتير والدنيا اتكهربت والمحله بقوا يضربوا والماتش بقى عنيف. طب ما تشوط من بعيد. طب انت نزلت الشحات بيشوط ما شاطش، طاهر بيشوط ما شاطش، زيزو في الملعب شويت، احمد رضا شويت، ديانج شويت، يا راجل ده محمد الشناوي شويت. ما كانش فيه شوط من بعيد ليه؟ العرضيات مش ماشيه. طب نشوط اي حاجه. 7 ركنيات ولا 8 ركنيات في الماتش مش عارفين نستفاد منهم. ده انت الضربات الثابته هي اللي تعادلنا بيها مع مودرن في الماتش الاولاني 2-2. في حاجه غلط. انا يعني بس الاهلي عمل اللي عليه، تقول لي اللعيبه تقاعست، اقول لك لا، يعني عملوا اللي عليهم كله. لكن هل انت حاسس ريبيرو؟ انا مش هضمه يعني الحقيقه. مش عارف، من اول ما مسك الاهلي ما كسبش الا ماتش فاركو. الدوري لسه بدري، الفرق كلها هتفقد نقط وهتخسر وهتتعادل وهتكسب. لكن بسكواد الاهلي ده افتكر الاعذار تبقى بسيطه. هتقول لي غياب امام عاشور، يعني هل السكواد ده كله هيقف على امام عاشور بس؟ ده يبقى فشل. الشوط الثاني انا شايف ريبيرو واقف على الخط زيه زينا. هتقول لي ريبيرو مدرب فاشل، اقول لك لا، العفو، لسه تجربته ما خلصتش. بس لو صبرت عليه برضه بزياده، في بطولات هتروح منك كتير، وانت مش في حمل ان انت تفقد دوري ولا تفقد افريقيا السنه دي. ده انا خلصت كلامي. لو بتتابعني لغايه الثواني دي بشكرك جدا، وهارد لك للاهلي. مبروك للمحله على النقطه يعني بعد عذاب، وان شاء الله اقابلكم في ماتشات تانيه ونتقابل كمان في اللايف. ودعمكم شرف ليا. سلام عليكم.